عندي امتحان تاني، دعواتكم بقى عشان عليت ليفل الأسئلة صعبتها. من هو إمام العلماء يوم القيامة؟ سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه. ومن هو الشهيد الذي كان يمشي على رجليه؟ سيدنا طلحة بن عبيد الله، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يرى شهيدا يمشي على الأرض فلينظر إلى طلحة. ومن هو الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: هذا بقية آبائي؟ سيدنا العباس بن عبد المطلب، واسمه العباس، وأخوه اسمه الحمزة، فيهم ألف ولام في الأول قبل الاسم. ومن التي قال عنها صلى الله عليه وسلم: هي أمي بعد أمي، وقال عنها كذلك: هذه بقية أهل بيتي؟ أم أيمن، بركة بنت ثعلبة. ومن الذي قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أن... ما تكملش السؤال. سيدنا علي بن أبي طالب. ومن الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه؟ سيدنا الحسن بن علي رضي الله عنهما، سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحابي عاش 60 عاما في الجاهلية و60 عاما في الإسلام، وقد ولد في جوف الكعبة. سيدنا حكيم ابن هزام رضي الله عنه. من هو الصحابي الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: لو أقسم على الله لأبره؟ سيدنا البراء بن مالك رضي الله عنه، أخو أنس بن مالك. ومن هي الملقبة بخطيبة النساء؟ أسماء بنت يزيد رضي الله عنها. من الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود؟ سيدنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه. ومن الذي آمن به صلى الله عليه وسلم دون تردد؟ من الرجال سيدنا أبو بكر، ومن النساء أمنا خديجة. ومن هو أعلم أمة النبي صلى الله عليه وسلم بالحلال والحرام؟ سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه. ومن هو أعلم أمة النبي صلى الله عليه وسلم بالفرائض؟ سيدنا زيد بن ثابت رضي الله عنه. ومن هو الملقب بتاجر الرحمن؟ سيدنا عبد الرحمن بن عوف، أحد العشرة المبشرين بالجنة. هو يمكن مش واخد حقه إعلاميا قوي، بس هو يعني من كبار الصحابة. ومن هو الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم سدد رميته وأجب دعوته؟ يا سعد، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. سيدنا سعد بن أبي وقاص، خال رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله بيمسكه من كمه كده ويقول: هذا خالي فليريني أحدكم خاله. حد عنده زي سعد؟ ومن الذي إذا رآه الشيطان سالكا طريقا سلك طريقا غيره؟ إيها يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده، ما رآك الشيطان سالكا فجا قط إلا وسلك فجا غير فجك. سيدنا عمر بن الخطاب. ومن هو الصحابي الذي قتل وهو يقرأ القرآن؟ يوم صعب جدا وبداية فتنة. سيدنا عثمان بن عفان. تيالي أصعب يومين عدوا على الإسلام هو يوم الطائف على رسول الله، ويوم مقتل سيدنا عثمان. ومن اللذان قال عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذان السمع والبصر؟ الشيخان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. ومن الذي شبهه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيسى عليه السلام؟ سيدنا عروة الثقفي، عروة بن مسعود الثقفي. صحابي كان يلقب بأبي المساكين، وحين استشهد لقب بذي الجناحين، فمن هو؟ سيدنا جعفر الطيار، أو جعفر بن أبي طالب، أخو سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنهما. ومن الذي أشار على النبي صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق في غزوة الأحزاب؟ سيدنا سلمان الفارسي. سلمان منا أهل البيت وأنعم بها كرامة. صحابي قتله المسلمون بالخطأ في غزوة أحد، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطي الدية لأهله، فتصدق ولده بالدية على المسلمين. اليمان، والد حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. وما هو أفضل انتقام؟ الغفران، إنك تسامح يعني. ولماذا جعل العبرة بالخواتيم؟ كي لا يغتر الناس بأعمالهم. وما هو المعيار عند الله؟ التقوى وليس الأقوى، لقوله: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. من هو النبي الذي صنع الصابون؟ سيدنا سليمان عليه السلام. ومن هو الصحابي الذي رأى رؤيا الأذان؟ سيدنا عبد الله بن زيد رضي الله عنه. ومن هو الصحابي الذي نزلت ملائكة الرحمن لتسمع منه القرآن؟ سيدنا ابن حضير رضي الله عنه. ومن هو الصحابي الذي تصدق بعرضه وكتب ذلك في الصدقات المقبولة؟ سيدنا علبة ابن زيد الأنصاري. ومن هو الصحابي الذي لا يراه أحد أو يسمع به إلا أحبه؟
سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه. ومن هو الصحابي الذي مشى على الماء دون أن يغرق؟ سيدنا حجر ابن عدي رضي الله عنه. ومن هو صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم وسواكه ونعلاه وطهوره في السفر؟ الجميل عبد الله بن مسعود. أشهد الله إني أحبك يا ابن مسعود. أنت تعرف إن عبد الله بن مسعود هو اللي قتل فرعون الأمة أبو جهل. ومن هو أسرع رجل في الصحب الكرام؟ سيدنا سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه. ومن هو الصحابي الذي نعاه جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد جنازته 70,000 من الملائكة وفاح المسك من قبره؟ الله على الجمال، سيدنا سعد بن معاذ رضي الله عنه. ومن هو الصحابي الذي اشتهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسمع منه القرآن؟ الجميل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ومن هو الصحابي القارئ في الجنة؟ سيدنا حارثة ابن النعمان رضي الله عنه. ومن هو الصحابي الذي طاف البيت الحرام سباحة؟ سيدنا عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما. احنا عايزين نعمل فيديو بقى على عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر، الاتنين دول قصة لوحدهم. ومن هي المرأة التي تستطيع أن تتزوجها وهي متزوجة وزوجها موجود وليس مفقود ويصح الزواج منها شرعا؟ ليه القفلة دي بقى؟ الأسئلة اللي بتعمل مشاكل دي. الست اللي متجوزة واحد وجوزها ده ألحد بقى كافر، دي تقدر تتجوزها وهي متجوزة، لأن خلاص ما بقتش مراته.